السلام عليكم البنات، حفطوركم، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير في كوزينة بلهادي الجدلة. واليوم جبت لكم حلوى تعتبر سلطان المائدة الجزائرية، واللي هي مقروط اللوز. هنا مقروط اللوز تحبوا ديروه باللوز، تحبوا ديروه بالكاوكاو، الاثنين طريقة صادقة وصالحة. هنا راح درتو باللوز، وانا راح نعطيكم الطريقة كذلك بالكاوكاو، باش اللي ما يقدرش على اللوز يديروا بالكاوكاو. تبعوا معايا نشوفوا الوصفة نتاعنا. بسم الله. حنايا جبنا هنا 600 غرام تاع لوز، وهذه 600 غرام خرجت لي 20 حبة. رحيتها في روبو مليحة، يعني ما هي رقيقة ما هي خشينة. وجبت لها 200 غرام تاع السكر كريستاليزي. السكر كريستاليزي رحيته ثاني في الروبو، ما درتش السكر رطب هنا، باش الهدف من هذه الطريقة باش يجيني مقروط اللوز معلك ومعسل من داخل. جبت كذلك ملعقة تاع لافاني، ملعقة تاع مارغرين، وقشور القارص. هنا راح نخلط كامل المقادير مع بعض بهذه الطريقة. نفس الطريقة اللي نديرها باللوز راح نديرها بالكاوكاو. هنا درت 600 غرام ودرت 200 غرام تاع سكر. هذه طريقة تتبعوها مليح. هذه الكمية راح ندير لها بيضة كاملة وثلاثة صفار. الصفار نضيفوا واحدة تلو الأخرى، ما نديروهمش مع بعض. قادر يكون حجم البيضة كبير وقادر يكون حجم البيضة صغير. هنا ضفت بيضة وصفار، وراني نلم بالأيادي كما راكم تشوفوا نعجنوا باش السكر يدخل مع اللوز ويعطينا هذيك العجينة اللي معلكة ومامطون تتعسل لنا. هنايا البنات، اذا كنتوا درتوا الكاوكاو زيدوا شويه نتاع الزيت تاع القارص او القشور، باش ما تبانش البنه هذيك تاع الكاوكاو. كيما نعرفوا احنا بطبيعه الحال الكاوكاو عنده بنه خاصه على اللوز. هنا ضفت الصفار الثاني كيما راكم تشوفوا، وراني نلم مليح. هنا نديرو قلت لكم 600 غرام. ضفت البيضاء الثالثة كذلك ولميت، عفوا يعني قطع الفيديو، وعلقتها عجنتها مليح بالدبزة تاع يدي، يعني بالدارجة تاعنا كيما راكم تشوفوا. نعجن مليح هكذا بهذه الطريقة، وراح نمسحوا البلون دو طرافاي تاعنا ونحطوا الحشوة او العجينة تاع مقروط اللوز على الطابلة ونزيدو نخدموها بيدينا. هنا كذلك البنات راح نوه لواحد النقطة. تقدروا اللوز كي ترحوه تغربلوه بغربان نميرو 16، هو يتباع عند العشاب، او قولوا له بمجرد ما تقولوا له 16 يعطيه لكم. راح نحربشوا المقروط اللوز تاعنا كيما راكم تشوفوا بهذه الطريقة، وراح نقطع مقروطات بإنكوبات او أداة حادة. صدقوني مش يدي معاكم صعوبة أو وقت. هنا اللي درت لكم الطريقة أنا لنوعين، اللي يحب يدير اللوز واللي يحب يدير الكاوكاو. هنا عندكم كمية تاع 600 غرام تعطيكم 20 حبة هكذا. وراح نسوي بالكوبات على الجوانب، نحاولوا نبومبيوه كما راكم تشوفوا بهذه الطريقة. لووه جيدا كما راكم تشوفوا. انا حبذت اني نكمل معكم الفيديو للاخير هكذا، ونزيد نقطعه الى اخر العجينه تاعنا. بعد ما قطعناه درناه في بلا يكون فرش ببابي. راح نحطوه في درجه فرن حتى ينشف لنا، ما نحاولوش نخلوه يتحرق. وهذه هي طريقه الطهي تاعو كما راكم تشوفوا، احمر من تحت وابيض من فوق.
هكذا. بعد ما طاب راح نحطوه يبرد تماما. راح نجيبو التزيين تاعنا، راح نجيبو ميزان نحطو فيه 250 غرام تاع مزهر. هكذا بهذه الطريقة نحطوها في بول، ونحطو معاها 200 غرام تاع 100 غرام عفوا تاع سكر جلاسي. كما راكم تشوفوا راح نحطو معاها ملعقة تاع الفارينة، واللي تعمل هنا دور الغراء، واللي راح تخلينا السكر يلصق. هنا رانا شكلنا سيرو. كما راكم تشوفوا بعد احنا ما خلطنا الشربات تاعنا، راح نحكموا حبات مقروط اللوز ونخلطوهم ونغطسوهم في الشربات ونقلبوهم على وجههم وخلوهم يقطروا مليح. احنا راح نجيبوا ليان او صحن نحط فيه سكر جلاسي كطبقة من تحت. هنا السكر دائما نستعملوا النوعية الجيدة. راح نجيبوا المقروط تاعنا ونجيبوا ان بابي تورشون نشفوا بها الحبيبات نتاوعنا هكذا. كما تشوفوا يا البنات المقروط تاعنا ما تفتح لنا ما فسد لنا ما اي شيء. تبعوا طريقة صحيحة فقط باش ينجح لكم المقروط نتاعكم. راح نحطوا حبات تاع المقروط ونفرشوا فوقهم السكر ونزيدوا نكملوا نحطوا مقروط من فوقه حتى نكملوا كامل الحبيبات اللي عندنا. هكذا يا بنات. هكذا ونرصوه باليد تاعنا باش يلصق السكر مليح هكذا. نكملوا كامل الحبات اللي راهم موجودين. هنا دايما نجيبوا هذا الشباك اللي نقطروا به ونفرغوا كمية على السكر اللي رمدوا بها، ونبقاو نضغطوا بيدينا مدة 3 دقائق باش يلصق لنا السكر مليح. صدقوني يا البنات هذه الوصفة رائعة، تبعوا مقاديرها باش تنجح لكم الطريقة كما قلت لكم في بداية الفيديو في وسطه. هنا راح نحكموا السكر بعد 3 دقائق ما يطاب. راح نحاولوا نمسحوا البلان تاعو هكذا. راح ننزعوه بالحبة ونمسحوه بالكف تاع اليد. هنا راح نضيفوا ملعقة تاع لافاني. ملعقة تاع لافاني راح تعطينا نكهة خاصة في السكر. هذه لاستيس تاعي اللي نستعملها انا في الشراك وفي المقروط اللوز. نجيبوا صفاية ونديروا لمسة أخيرة من الفوق كديكور هكذا. سهلة بسيطة يعني مدتش منا مدة طويلة. ونكملوا معاكم الحبيبات الثانيين. نحاولوا دايما نمسحوا بيدينا أو راحة اليد، الأصابع ما نستعملهمش. هكذا كما راكم تشوفوا البنات انا ما نحبش نبخل عليكم بحتى وصفه نكون نعرفها
وعندي مهلوني شوية وقت فقط باش نقدر نحط الوصفات اللي عندي واللي ناجحين واللي تقدروا نتوما تعملوهم. هكذا هنا كما راكم تشوفوا هكذا، وراح نشوفوا المقروط على طاولة التقديم. هنا يا البنات كما راكم تشوفوا مقروط اللوز ما شاء الله. عملت ريشة بلا باتا سكر او عجينة السكر، وعملت هنايا ناكري ارجون او ناكري ذهبي، تقدروا تستعملوا اللي موجود او تقدروا تستغنوا على الريشة يعني من غير اي اضافة. انا هنا حبيت نضيف كلمسة جديدة باش تمد لنا منظر. نتمنى انكم تجربوا هذه الوصفة، وكذلك نستنى منكم الدعم لقناتي وتبارطاجيوها عند احبابكم وتعموني بلي جيم وبلي كومنتير. ونتلاقاو في وصفة مقبلة دائما من وصفات العيد من كوزينة بالهادي الجدلة. سلام.